ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير ورجعت لكم في فيديو جديد. حرفيا فيفا هتروق علينا الفتره اللي جايه يا قلب اخوك. ايوه زي ما بقول لك كده يا اسطى. تابع معايا الفيديو للاخر لان انا حرفيا جايب لك شويه هدايا كده من فيفا. يعني مش انا اللي جايبهم لك، لا فيفا هي اللي هتديهم لك. فعايزك كده تتابع معايا الفيديو للاخر. وطبعا اكتر هديه الناس بتحبها واللي هي اكواد. هل هتقول لي يا نادر فيها اكواد؟ ايوه فيها اكواد يا اسطى. فتابع كده معايا الفيديو للاخر لان انا في فيديو النهارده هلخص لك كل حاجه نازله معانا يوم الخميس، وهعرفك الهدايا كلها اللي احنا هنستلموها. ما تنساش كده اللايك والاشتراك، لان اللايك والاشتراك ببلاش. هما بس بيوصلوا الفيديو لغيرك ان هو يستفاد مش اكتر. ما تبخلش عليا يا عم بلايك يا عم عشان الفيديو ينتشر ويروح لغيرك وغيرك يستفاد. طيب اول حاجه طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض كده، في لايف كمان يومين بالظبط واللي هو يوم التلات. طيب يا قلب اخوك، اللايف ده هيكون عباره عن ايه؟ اللايف ده يا اسطى هيكون عبارة عن حدث جديد، لان خلاص حدث التوتي هينتهي معانا. كان حدث جميل وكسبنا منه لعيبة جامدة قوي، لكن خلاص هينزل معانا حدث رئيسي. الاحداث حدث رمضان، والاحداث التانية ده كانت احداث جانبية تمام، لكن هينزل معانا حدث رئيسي يا اسطى. طيب بمناسبة الحدث انه هينزل، هيكون معانا كود جديد. طيب الكود ده هينزل امتى؟ هينزل يوم التلات اللي جاي. معنى كده انه هينزل كمان يوم او يومين بكتيره. معنى كده انك انت تفعل زر الجرس في القناة علشان اول ما الكود ينزل، لان حرفيا بمناسبة الحدث الجديد اللي هينزل معانا الكود ده هيديك هدايا جامدة قوي. فعايزك كده تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. طبعا يا قلب اخوك ديت اول هدية. تاني هدية طبعا لو دخلنا على الديفير رايفلز زي ما احنا شايفين يا قلب اخوك، طبعا خلاص الموسم هينتهي معانا، فاضل 4 ايام بالظبط، يعني يوم الخميس اللي جاي كل ده هيتصفر معانا. فانا عايزك دلوقتي يا اسطى لو انت ما وصلتش بطل اف سي موبايل، عايزك تدخل دلوقتي في نمط المدير الفني وجها لوجه والهجوم التنافسي، تلعب فيهم وتوصل لبطل اف سي موبايل، علشان هتاخد كميه جواهر وكميه جوائز من هنا جامدين قوي يا قلب اخوك. لان حرفيا بقول لك انت لازم تكون واصل لبطل اف سي موبايل عشان تاخد هدايا حلوه. بالنسبه للدوري برضه تمام. لو انت بالنسبه للدوري، لو انت مش في دوري فادخل دوري. ليه؟ لان احنا هنستلم هنا لو جينا على المكافآت وجينا على النقط فوق هنا، فاحنا معانا حوالي 40,000. مش عارف هم 40,000 ليه، برغم ان انا بلعب يوميا في الدوري، لكن معرفش. لكن يا قلب اخوك النقط ديت هتفيدك. طيب هتفيدك في ايه؟ اولا يا قلب اخوك لو رجعنا كده تمام ودخلنا على المتجر بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض، وجبنا المقيدات وجبنا مقيدات الدوري، فاحنا زي ما احنا شايفين طبعا معانا فولر، ومعانا طبعا طريقة التصنيف، ومعانا الاسايم. كل ده هيتجدد معانا، هينزل معانا لعيبه جديده. لكن بصراحه انا معرفش اللعيبه اللي هتنزل معانا. يعني انت ممكن مثلا تعتمد على فولر لو انت محتاجه، او لو انت مش محتاجه يا قلب اخوك استنى لحد يوم الخميس اللي جاي هينزل معانا لاعب جديد. طبعا زي ما قلت لك لازم تلعب في الدوري او تكون في دوري عشان تستفاد. ديت الهدايا يا قلب اخوك اللي هتنزل معانا ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي. فحرفيا يا قلب اخوك هدايا جامده قوي. وكمان هينزل معانا لاعب جديد في الصندوق. فعلشان كده يا قلب اخوك محتاجك انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، لان اي اخبار جديده انا بعرفها لك على طول. والكود هينزل معانا يا بكره يا بعد بكره. فعل زر الجرس هتلاقي الكود نازل لك على طول، بيوصل لك اشعار على طول من غير ما تتعب نفسك ولا تروح تدور ولا تعمل اي حاجه. طيب بالنسبه للمنتخب اللي هينزل معانا في حكايه وطن، فاللي هينزل معانا في حكايه وطن هيكون كرواتيا. ايوه زي ما بقول لك كده كرواتيا. طبعا هينزل معانا ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي. انا كده عرفتك كل حاجه يا قلب اخوك في الحدث، وعرفتك كده يا اسطى ايه الهدايا اللي هتنزل معانا. ما تبخلش على بلايك واشتراك عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده، ونشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.